خسرنا قضية الصحراء المغربية، ولكن في الأخير خسرنا مواقفنا. أهم المكاسب اللي حققناها من وراء ما حدث هو أن الناس الذين كانوا لا يعرفون قضية الصحراء المغربية أصبحوا يعرفونها، من أشقاء عرب، ولكن بعد ذلك بدأوا يتساءلوا يعني ما هي القضية وما هي القصة، فلما عرفوا القصة تعاطفوا أكثر مع القضية المغربية. الشيء الثاني اللي كسبناه من خلال ما جرى هو أنه الكثير من الشباب الجزائري الآن أصبح يعرف قضية الصحراء المغربية وتعاطفوا أكثر من ذلك. يعني الآن ما ولتش القضية عند الشباب تاعنا مجرد مباراة. يعني كان أنا أعتقد أنه كان من مصلحة الجزائريين أنه المباراة تفوت بشكل عادي، والتقيت ما نقولكش عشرات بلك مئات الشباب التقيتهم ومتعاطفون مع القضية المغربية، وأصبحوا يحقدون على احنا كجزائريين. راني علقت عليها في منشور ساخر قبل قليل. يعني حاولتم تقسيم الوحدة الوطنية في المغرب، حاولتم يعني أو باش فعلا شفتكم تكتبوا الدولة وراهي الدولة هذه الجزائريين ما هو جايبها لا مع ربي لا مع العبد، والله غير كائن هايم بهيم سارح.